استقبال سيد عامل إقليم الأسفي بشاطئ البدوزة. مرحبا بك بشاطئ البدوزة. والآن مع عزف النشيد الوطني المغربي. النشيد الوطني المغربي هنا بشاطئ البدوزة سيعزف استقبالا لسيد عامل إقليم أسفي. مرحبا بكم. مرحبا سيد عامل إقليم أسفي هنا بشاطئ البدوزة في هذا الحفل البهيج. أخذ بعد التذكار مسلم من طرف الوكالة الوطنية للموانئ المحتضن الرسمي لشاطئ البدوزة. الآن مع تقديم شروحات وبرنامج عملية شواطئ نظيفة المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ المحتضن الرسمي لشاطئ البدوزة. تقديم شروحات لسيد عامل إقليم أسفي. السلام عليكم متتبعين الكرام متتبعي الجريدة الإلكترونية أسفي تايمز. اليوم كما تلاحظوا معنا أنه سيرفرف اللواء الأزرق هنا بشاطئ الكاب البدوزة بحضور عامل إقليم مدينة أسفي، لا يشرف على رفع علم شاطئ البدوزة. هنا علم اللواء الأزرق.
ديالو الرائع. هنا كما أنه الرمال اللي كتكون رائعة هنا في شاطئ البدوزة. شروحات سيد عامل الإقليم آسفي حول عملية شواطئ نظيفة هنا بشاطئ البدوزة، وبعض الأنشطة الرياضية المقدمة هنا بالشاطئ، وبعد قليل سيتم مرحبا بسيد عامل إقليم آسفي هنا بشاطئ البدوزة. والآن نبقى مع مراسيم رفع اللواء الأزرق هنا بشاطئ البدوزة من طرف سيد عامل إقليم آسفي للمرة الثانية عشرة على التوالي. هذه الإشارة التي تمنح للشواطئ ذات مواصفات وجودة عالية. يتشرف شاطئ البدوزة اليوم للمرة الثانية عشرة على التوالي بتتويجه بشارة اللواء الأزرق. في هذه الأثناء السيد عامل إقليم آسفي مشكورا سيرفع شارة اللواء الأزرق في سماء شاطئ البدوزة تحت تصفيقاتكم عفاكم في هذا العرس والحفل البهيج. في هذه الأثناء سيد عامل إقليم آسفي يتشرف ويشرفنا برفع اللواء الأزرق هنا بشاطئ البدوزة للمرة الثانية عشرة على التوالي. شكرا لكم. وسيرفرف هذا العلم في سماء شاطئ البدوزة للمرة الثانية عشرة على التوالي تحت تصفيقات الحضور الكريم. شكرا لسيد عامل إقليم آسفي برفعه للواء الأزرق هنا بشاطئ البدوزة. والآن سنقدم رقصة تربوية من فائدة أطفال جمعية الطفولة السعيدة وأطفال المخيم. فليتفضل السيد عامل إقليم يتشرف بتشريف لنا بهذه الرقصة وفرجة ممتعة. شكرا لكم. ضم البيئة وحميها
كما كتشوفوا معنا رقصة هنا. نكرر مرة أخرى، هنا يرفرف علم اللواء الأزرق بيد عامل إقليم مدينة أسفي اللي كيشرف على رفع علم اللواء الأزرق هنا بشاطئ البدوزة.